يسعد مساكم، يسعد ايامكم، رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. ان شاء الله تكونوا عم تتعذبوا وعم تتعبوا بهالصيام، الله يتقبل طاعتكم جميعا. اليوم عندنا طبخه بالفرن، هي عباره عن فروج بس بطريقه مثاليه. اليوم راح نسطحه بالصينيه، وان شاء الله راح نسطحه ونخليه يتنغنغ ويتنعم بالتوابل اللي احنا راح نحطها قدامكم اياها. بغير وبرجع لكم. احبائي، رمضان كريم وينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية. نحن اليوم ان شاء الله عندنا مسطح فروج، مسطح بالصينية. انا غسلت الفروج وقطعته، قطعت الفخاد لقسمين، الدبوس والوردة والشيش الصدر قطعته لأربع أقسام، بالإضافة للجوانح شلت شقفة من الصدر مشان ما يضل لحاله خطي أعزل أو ضعيف. هلا نحن تبلتنا كثير خفيفة كثير بسيطة. أول شيء الكمية هون هي عبارة عن كيليين فروج، كيليين فروج. العيار هي ملعقة الشاي، ملعقة الشاي. أول شيء نص ملعقة فلفل أسود، نص ملعقة هال، بابريكا حلوة ملعقة كاملة، فينا نحط كمان ملعقة ونص مشان لون الفروج يعطينا على الحمار أطيب. وأهم شيء نحن بأكلتنا هون هي السماق، السماق بتعطينا نوع من الحموضة للفروج بالإضافة للطعم والنكهة والريحة تبعيتها. نحط ملعقة، 2، 3، 4 ملاعق، بالإضافة للملح حسب الرغبة، وبالإضافة لملعقتين دبس فليفلة حلوة، وبالإضافة لزيت الزيتون. هلا الكل بده يقول زيت الزيتون أنا عندي إياه ليش هيك لونه؟ هذا زيت الزيتون أنا ما بحب آكله قبل السنة، بحب آكله قبل بسنة، يعني إنه يكون عمره سنة مخزن. نحط تقريبا مقدار 200 مللي اللي هي عبارة عن كاسة عصير 200 مللي. وهلا هاي المكونات كلياتهم بنحط مع بعض. أنا بدي نوه شغلة هون، شغلة صغيرة. هلا نحن هذا الفروج بده ينحط بس بالصينية، فروج فقط بقلب الصينية مع التبلة الظريفة اللي نحن عملناها قدامكم. نسويها بطريقة ثانية طبعا. أنا رح أعمل هلا شوي يعني لحالهم، لأنه بجوز إنه بالعائلة ما حدا بياكل مثلا إذا كان فيها بصل، إذا كان فيها بندورة، إذا كان فيها خضرة، إذا كان في أي شيء مثلا. أنا هلا بدي أحاول أعمل لكم كمان وصفة ثانية مع هالوصفة هيدي، يعني بشيل فخدتين لإلي لحالي، عرفت شلون؟ بحيث انه اعملهم مشان ما حدا يتضايق مني ولا اتضايق من حدا. هاي التبلة. طبعا عملية غسيل الفروج بالملح والخل، عملية غسيل الفروج بنغسل زوم واحد بالملح والخل وبعد منها بمية نظيفة. هاي نحن عندنا التبلة هون كاملة بنحطها، تبلتنا كاملة. هنا كريمة يا غالي، بنحركهم مع عملية التحريك. بنحاول نحن نعمل مساج للفروج، يعني تحاول تكبس عليه على الفروج، انت على الفخذ على الصدر، انه عملية مساج هي لإلك. حبايب القلب، نحن حركناها مسجناها منيح للفروج، كثير منيح. عملية المساج للفروج هي عبارة عن ضغط على الهواء مشان العصب اللي عنده يرتخي عليها. نحن هلا هيدي بنغطيها وبنريحها مقدار، إذا طبعا قبل الافطار بساعة ممتازة الحكي، لأنه هي بتاخذ بالفرن بين ال 45 وال 50 دقيقة بالفرن عملية الاستواء كاملة. هلا بنريحها ساعة، ساعة ونص، ماكسيموم ساعة ونص. وطبعا إذا بتتبلوها قبل بيوم بتضل نهار بتاخذوا نتيجة ممتازة جدا. البهارات بتتعشق بقلب اللحمة وبتعطيكم نتيجة كثير طيبة. نحن هلا بالقلب أنا قلت لكم في كمان وصفة ثانية قبل اللي عملناها، هي أكلة فلسطينية اسمها مسخن. أنا بدي أعملها بطريقتي. حبات بصل وسط. الثوم بس عبارة، ما في داعي نرققها كثير مشان يضل عندنا البصل مبينة طعمته وقرشته. طبعا هدول بصلات
احترمناهم دغري مباشرة بقلب بايركس أو بقلب الصينية أو بقلب الطنجرة كيف ما تكون. نحط طبعا الملح حسب الرغبة، والملح الوحيد اللي ما فينا نحن نتحكم. ها بابريكا ملعقة، فلفل أسود نص ملعقة، سمان 4 ملاعق. طبعا هدول حركهم شوي قبل ما نحط الزيت مشان ما يجمع كتل للبهارات. وهلا زيت تقريبا شي كاسة 200 مللي، يعني كاسة شراب. وهلا بنلغوص يا ملغوصاتي. نحن عندنا هذا جاهز، بس بننطر على الفخار لتتشرب منيح، لتتعشق البهارات تبعتها منيح، وبعد ما ننام بنحط السنتين سوا. وهي بعد ساعة ونص عندنا ارتاحت اللحمة وتعشقت البهارات اللي بقلبها. نحن هلا بدنا نمدها بقلب الصينية. نحط الصينية المصدير وعلى الفرن على الرف النصاني. خليها عادي. هي إذا حطيناها بالرف التحتاني ما بيأثر عليها شيء. ليش؟ لأنه نحن بدنا البصل لحتى يتكرمل وياخذ الحرارة المناسبة. بده يكونوا مغطيين 45 دقيقة على الضغط على نار هادية، بس شغالين من تحت بدون ما نشغلهم من فوق. هلا خلصنا أول مرحلة. استوى الفارج بعد ما شلنا السلوفان عنهم. طريقة هلا نحن بدنا نحطهم على الرف الفوقاني بحيث نحمرهم. هلا بدها 10 دقايق بس عبارة عن تحمير واخذ وجه من فوق. احبابي اصدقائي، بتمنى منكم الدعم والمشاركة والاشتراك بالقناة، لأنه أنتم الأساس الأول هو بالنسبة لنجاح لهالشيء اللي أنا عم بقوم فيه. ما أنتم الأساس. بتمنى منكم الاشتراك والدعم لإلي بهالقناة اللي عملناها الثانية اللي فيها البصل. هيدي لها طبعا حلقة ثانية بعدين بنقدم لكم إياها، طريقة التقديم تبعها اللي قلنا عليها اسمها المسخن للأكل الفلسطينية. موعد الإفطار قرب، لسه تقريبا شي 10 دقايق بنطلع نحن والطبخة سوا، ونتمنى لكم إفطارا شهيا. وبتمنى أي ملاحظة أي شيء على فيديوهاتي توجهوا لي إياها. طبعا أنا منكم بتعلم ومنكم بستفيد. معكم الشيف علي، وصحة وهنا. طلعناها حمرناها، هيدي كلياتها كريسبي مقرمشة لا يقاوم